قلب الحدث تقدم لكم حوارا مع الفائز بشخصية العام. أعزائي موظفي فندق شرطة القاهرة المحترمون، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس الموافق 19/5/2016 نجري حوارا لمجلة قلب الحدث الإعلامية مع موظف بفندق شرطة القاهرة موقر، هو السيد الأستاذ إبراهيم عبد المقصود عبد الحميد إبراهيم، وكان يعمل مديرا مطبخ الحلواني بفندق شرطة القاهرة، وحاليا مديرا بقسم التجهيز والتحضير. وقد تبوأ سيادته المركز الأول على مستوى المسابقة شخصية العام 2001. أستاذ إبراهيم، ألف مبروك فوزك، وكلمة توجهها لمجلة قلب الحدث الإعلامية ماذا تقول لها ورئاسة تحريرها، وكلمة توجهها أيضا لنقابة العاملين بفندق شرطة القاهرة؟ أنا أشكر نقابة شيراتون القاهرة وعلى رأسهم الأستاذ كامل هابيل، وربنا يبارك لنا فيه، وأنا متشكر يعني على اهتمامه الخاص بينا يعني. والأستاذ محمد إسماعيل والحاج إبراهيم. حاج إبراهيم، كلمة توجهها لجنة التحكيم الموقرة والتي أنجزت مهمتها بحيادية وشفافية ونزاهة، والتي كانت مكونة من سيد الأستاذ محمد عبد المعطي قسم الحسابات، سيد الأستاذ هويدا مدير قسم روم سيرفيس، سيد الأستاذ إلهام عبد العزيز قسم العيادة الطبية، سيد الأستاذ أحمد محمد ندى قسم العيادة الطبية، سيد الأستاذ علي نصر قسم الجراج، سيد الأستاذ محمد عبد المنعم قسم الحسابات، سيد الأستاذ جيهان ربيع قسم الغسالة، سيد الأستاذ حسن هاشم قسم الاستعلامات، سيد الأستاذ منصور محمد قسم كافتيريا العاملين، سيد الأستاذ أشرف نعيم الفنان غني عن التعريف، سيد الأستاذ محمود عبد الله قسم الشرف الداخلي، سيد الأستاذ أيمن محمد قسم الإبراج، سيد الأستاذ محمود مختار قسم الروم سيرفيس، سيد الأستاذ مجدي محمد إمبابي قسم الاستعلامات بالمن، سيد الأستاذ خالد حماد إدارة تغذية والمشروبات، سيد الأستاذ عادل أمين قسم المطبخ، سيد الأستاذ بلال شعبان قسم الهندسة، سيد الأستاذ حسن عبد الهادي قسم الكوفي شوب، سيد الأستاذ سيد حمدي قسم الأمن الصناعي، سيد الأستاذ صباح أحمد علي قسم الكازينو، سيد الأستاذ محمد بشير قسم البلمن، سيد الأستاذ ماهر بكير قسم الكازينو، سيد الأستاذ خالد زكير قسم المطبخ، سيد الأستاذ صالح محمد صالح الموارد البشرية، سيد الأستاذ جمال الدين بدر الدين قسم مكاتب الأمية وعلاقة الوزراء، سيد الأستاذ ناصر محمد قسم الشرف الداخلي، سيد الأستاذ عادل عنتر قسم الكازينو، سيد الأستاذ محمد أبو الشوق قسم التجهيز والتحضير، سيد الأستاذ خالد رشاد قسم التجهيز والتحضير، سيد الأستاذة مديحة حسين قسم مخزون المشروبات، سيد الأستاذ أشرف قسم المغسلة، سيد الأستاذ ماهر مخير قسم مخزون المشروبات، سيد الأستاذة عزة سيد قسم الشرف الداخلي. كلمة توجهها للجنة التحكيم اللي هي تشرفت باختيار سيادتك. أنا أشكرهم كلهم، يعني اللي أعرفه واللي ما أعرفوش، على يعني كل الأقسام وكل الإخوة، ربنا يبارك فيهم. أستاذ إبراهيم، لمن تهدي الجائزة وماذا تمثل وتعني لك رغم بساطتها؟ لمن تهدي الجائزة؟ ولادي وأحفادي وزوجتي والموظفين بشيراتون القاهرة. وماذا تعني لك رغم بساطتها؟ تعني لك إيه الجائزة دي؟ تعنيني كل نعم يعني الناس مهتمية يعني، وربنا يبارك فيهم وجزاهم الله كل خير. طب يا حاج إبراهيم، ما هي تمنياتك للعام الحالي؟ وكلمنا عن أسرتك وأولادك ودراساتهم وعملهم لنعرف مجتمع الفندق بوم. بداية، ما هي أمنياتك؟ أمنياتي إن شاء الله إن ربنا يعود الفندق على خير كده بإذن الله، يعود يعمل بإذن الله. كلمنا عن أسرتك مكونة من مين؟ أسرتي محمد إبراهيم وأحمد إبراهيم وعبد الله ومرفت وحنان. مرفت متجوزة، عندها مين؟ عندها متزوجة وعندها مصطفى. مصطفى المحترم اللي قاعد. تكريما وتخليدا لموظفي فندق شرطة القاهرة السابقين والراحلين، اذكر 2 أو أكثر من موظفي الفندق سواء راحلين أو سابقين لنذكر مجتمع الفندق بهم ويدعو لهم بالسلامة وطول العمر أو يدعو لهم بالرحمة. ذكرنا بحد تعرفه من قدام الراحلين الموجودين. اتفضل. والله يعني أذكر كل الإخوة يعني أنا مش فاكر حد بصراحة يعني، بس مش يعني اشتغل معاك مدير حلوان الله يرحمه، توفى لسه قريب، محمود علم الدين. الشيف محمود علم الدين. اللهم صل على النبي. في ناس كتيرة انت قابلتك في حياتك يعني برضو من الشيفات في اي قسم، مش شرط تكون في المطبخ. ايوه
ايوه. قبل معقوله انت مش فاكر اي حد من زمايلك قدام؟ وحضرتك برضك يعني ربنا يبارك فيك. طيب على كل حال، على كل حال علق بالصواب او بالخطأ على الحكم والاقوال المأثورة الآتية. كل الحكم صح. القلوب أوعية والشفاء أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. نعم. نعم. المال خادم جيد ولكنه سيد فاسد. نعم. على صوتك. نعم. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. نعم. وفي نهاية الحوار نتوجه لحضراتكم بخالص التهنئة والتبريكات، ونتمنى كل الخير والتقدم لفندق شوز القاهرة العظيم إدارة ونقابة موظفين، وأتمنى الفوز لكل موظف الفندق في الشهور القادمة، وكل التحية لموظفي الفندق الشرفاء الحاليين والسابقين، ورحمة الله على الراحلين، وعاش الحق ويحيى الشرفاء. وحكمة شعرية نقولها في نهاية الحوار: ولا ترجي السماح من بخيل، فما في النار للظمآن مائي، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك والدنيا سواء، وما نزلت بساحة المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء. مع خالص حياتي كامل هابيل ومحمد اسماعيل، رئيس تحرير ومدير تحقيق قلب الحدث العالمي.